لو انت من الناس اللي عندك القدره انك تركز نص ساعه في حاجه انت بتعملها من غير ما تتشتت، الفيديو ده مش ليك. انت زي الفل يا معلم. لو بتعرف تبدا تشرح حاجه وتكملها من غير ما تضغط على اعصابك وتقول كل تفاصيلها، برضو الفيديو ده مش ليك. لو بتعرف تعمل المطلوب منك في الوقت المطلوب منك من غير ما تدخل الحاجات في بعض، فبرضو الفيديو ده مش ليك. اما بقى لو عندك مشكله في الحاجات اللي احنا قلناها، فالفيديو ده اكيد ليك. انت مجرد ما بتبص اللي قدامك بتقدر تحدد بشكل ما شكل الحاله هو عايش، بدايه من نوع الاكل اللي بياكله، لو كان بيلعب رياضه ولا لا، كل ده بيبقى باين عليه. فمثلا لو شفت حد وزنه زايد شويه، سهل تحدد ان في اللايف ستايل بتاعه هو بياكل بطريقه مش صحيه وما بيلعبش رياضه. لو انت بيحصل معاك حاجه من الحاجات اللي قلناها فوق دي، غالبا انت عندك مشكله في التركيز، لان دماغنا بقت عامله زي المصنع اللي المكن فيها صوته عالي جدا بس في النهايه مفيش انتاج. في الفيديو ده هقول لك على 7 حاجات يكونوا بيساعدوك انك تتحسن في موضوع التركيز ده، ولو على الاقل خطوه واحده. اول حاجه، خطط ليومك وخليك تصدق انك عندك السيطره على وقتك وحياتك، لان ساعات بيكون عندنا احساس ان الوقت والعمر بيكروا من تحت ايدينا وخلاص. عشان لو ما عملتش كده هتلاقي نفسك اليوم قرر معاك في شويه انشطه مالهمش اي لازمه ومالهمش اي اضافه ليك، حتى لو كان شكله زحمه. تاني حاجه، زي ما انت بتتمرن بتحتاج ان انت تزود اوزان كل شويه عشان عضلاتك تكبر، هتعمل نفس الحاجه مع مخك، وده انك هتقيس قدره مخك على التركيز في حاجه زي الشغل مثلا وانت حاطط ستوب واتش، وهتشوف اكتر وقت انت قادر تقعده من غير ما تقوم او تبص على الموبايل مثلا. فلو قلنا مثلا ان غالبا هيكونوا 7 دقائق، هنا بقى هتبدا الموضوع بالعكس، هتحط الارم مثلا 10 دقائق وتحاول تضغط على نفسك الكام دقيقه الزياده دول، وكل مره تقعد تزود زي ما اقول لك كانك بتزود اوزان لغايه ما تقدر توصل انك قاعد مثلا نص ساعه عارف تركز في حاجه بتركيز كامل من غير اي تشتيت. ثالث حاجه، احنا غالبا بقينا معظمنا بنحب الريلز ومتعودين عليها جدا، لان هي اصلا مصممه ان هي تجذبك بسرعه بمؤثرات صوتيه وبصريه، او من خلال ان هو لازم يحط لك هوك او خطاف في اول الفيديو عشان يجذبك بيه وتبدا تتفرج على الريل، وكل كام ثانيه يرمي لك حاجه تشدك عشان تتفرج كام ثانيه كمان لغايه ما تلاقي نفسك كملت الفيديو كله. وكل ده حلو وتمام، بس غالبا صعب قوي يكون المحتوى مضمون ومفيد لو هو دقيقه ونص بس. فدرب مخك ان هو يسمع فيديوهات مدتها اطول، زي مثلا التيك توكس او الفيديوهات التعليميه، وهنا كانك بتسترتش بيها مده تركيزك واستيعابك. رابع حاجه بقى، احنا غالبا طول اليوم بنتحرك من تاسك للثانيه وما نقدرش نتحكم في الموضوع ده. تبقى شغال في حاجه يجي لك تليفون يطلب منك حاجه ايرجنت، او مديرك يدخلك ميتنج يطلب منك حاجه تاني. ده شكل الحياه الطبيعي بتاعنا دلوقتي. فكل مره بتحرك من حاجه لحاجه الثانيه بيفضل معايا من 10 ل 20% من الحاجه اللي انا لسه سايبها، فانت بتدخل على الحاجه اللي بعدها وانت مش في كامل تركيزك. نقدر نقول ان هو بالكثير 70 ل 80% و20 من الحاجه القديمه. فانت هنا ممكن تعمل ما يسمى بالريزيوم بلان، وهي انك بتحط خطه هتكمل التاسك اللي انت بداتها ازاي واللي انت سبتها دلوقتي. فمثلا لو انت بتتحرك من تاسك A لتاسك B، انت هنا ممكن تحط في ورقه كل اللي فاضل تعمله في تاسك A، وده هنا عشان ما تنساهوش وتكرر الوقت اللي انت هتبدا تعمله فيه وتبتدي تنسى الموضوع ده خالص. فتدخل بقى على التاسك الجديده وانت في كامل تركيزك، وهنا خلي التاسك الاولانيه في نصها لان ده بيساعدك ان انت لما ترجع لها تبقى لسه فاكرها. خامس نصيحه بقى هي بتاعت امهات شويه، رتب سريرك والمكان اللي انت قاعد فيه وحتى الديسكتوب على قد ما تقدر. والموضوع هنا بس مش عشان تكون منظم او عشان يكون المكان شكله كويس، الزحمه بتزود ضغط غير مبرر بالنسبه لك وبتستهلك كتير قوي من طاقتك عشان تدور على حاجه في وسط الزحمه دي. فخد بالك انك كل ما بتقلل الدوشه والزحمه اللي حواليك بتعرف توفر طاقه وتركز اكتر في اللي محتاج تعمله. رقم 6 بقى، وهي هتزعل ناس كتير قوي، المالتي تاسكينج، ما تصدقوش خليك بتعمل 100 حاجه وانت مش مركز في ولا حاجه من دول اصلا. فبدل المالتي تاسكينج اللي بيخليك مش مركز، حط وقت صغير لكل حاجه بتعملها وانقل على الحاجه اللي بعديها بكامل تركيز، كده هتتحرك اسرع ما بين اللي بتعمله من غير ملل وبتركيز كامل. 7 حاجه بقى والاخيره، ان مخك قدرته على التركيز مش اكتر من ساعه متواصله، فكل ساعه حاول تاخد بريك من 10 دقائق لربع ساعه، نظم فيهم نفسك واعمل حاجه انت بتحبها، وده عشان تفصل من التركيز وتعرف تبدا تعيد البروسيس من تاني. وفي الاخر محتاجين ندرك ان عضله التركيز دي هي اداه من اهم الادوات اللي محتاجين نهتم بيها، وده لاننا بنستخدمها في كل حاجه، سواء في شغل او في دراسه او في علاقاتنا مع اهلنا او علاقاتنا اللي بره، في كل حاجه بنعملها حتى في وقت اللعب والترفيه. وعشان كده اوعى تهمل انك تطور ادواتك، لان ده مش هيجي على حد غير نفسك. واخيرا عايزاك تكتب الرقم اللي ظهر في نص الفيديو ده، حاول انك ما ترجعش للفيديو عشان تعرف كنت مركز ولا لا. في الاخر اتاكد تماما اني بتمنى ليك الحال الافضل. انا مريم عزت، وده انفو ببساطه، ما تنسوش اللايك والفولو.